السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة ان شاء الله كده لقمة القاضي أو الزلابية أو البقلاوة زي ما بتقولوا زي ما بتسموها في أي محافظة أو أي بلد. هنعملها بطريقة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم طبعا. قبل أي حاجة متنسوناش بدعوة حلوة كده من قلوبكم في الأيام الجميلة دي. وطبعا بحبكم في الله جدا جدا وبحب تعليقاتكم الجميلة ويا رب يدومكم نعمة في حياتنا يا رب. وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلك كل جديد من انا وبناتي وبحبكم في الله جدا. طبعا زي ما انتم شايفينها اللهم بارك هنعملها بطريقة بصراحة جميلة. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول كده وهنخش مع بعض كده على الطريقة على طول. كنت بوريكم هنا معايا 600 جرام من الدقيق نخلينهم طبعا ومجهزينهم. ومعايا كوباية من دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة. ومعايا طبعا معلقة 3 معالق كبار من السكر حبيبات. ومعايا معلقتين من النشا الذرة. وكيس خميرة وكيس فانيليا. وطبعا معايا معلقة من بيكنج باودر وطبعا مية دافية من الحنفية. أول حاجة نزلت بيها كده على الدقيق زي ما قلت الدقيق بننخله كويس ونجهزه. وذرة كده من الملح دي سنة ما ننساهاش. خلاص نزلت بيها كده ونزلت بالكوباية اللي هي دي سمية البسبوسة. ونزلت كده بمعلقتين النشا الذرة. وكمان هننزل بالسكر 3 معالق برضو من سكر معالق الأكل اهو. وهننزل طبعا بالبيكنج باودر طبعا زي ما قلت البيكنج باودر انا حاطه يعني يعتبر معلقه ممسوحه مش معلقه مليانه يعني دي يعتبر معلقه صغيره. معلقه يعني من الصغيره مليانه. خلاص وهننزل طبعا بالفانيليا. اي نكهه بتحطيها بتحبيها هتضيفيها بس هي طبعا فانيليا معروفه هي اللي بتحط عليها. ومعايا طبعا كيس برضو من الخميره الفوريه. وهنا بقى ايه هنحط معلقتين من الكاستر. عايزه اقول لكم بودره الكاستر دي بقى هتديها لون كده ذهبي وهتخليها جميله قوي بصراحه. الطريقه دي انا عجبتني جدا يعني بصراحه بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. قلبت كده كل المواد الجافه كده مع بعضها زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. وهنعجن على طول بقى فيها. طبعا كل حاجه بتحب العجن نجاحها في ان انت تديها حقها في اللت شويه. خلاص طبعا في الشتاء بنعجن بميه دافيه وفي الصيف بنعجن بميه من الحنفيه. دي كده معايا ميه دافيه اهي. هنزل كده بالميه بالتدريج ما انزلش بالميه مره واحده. اهو كل ما نحتاج ميه نحط لحد ما هوريكم القوام بتاع العجينه. اهو بالشكل ده زي ما قلت بنعجن في الشتاء بميه بفصل الشتاء بميه دافيه وفي الصيف بنعجن بميه من الحنفيه. بحبكم في الله جدا جدا طبعا وبحب تعليقاتكم الجميله عايزه اشكر كل حد دخل في قناتنا جديد وطبعا قناتنا المتواضعه لا يعني بحبكم في الله جدا جدا وطبعا ان شاء الله عيلتنا تكبر بيكم. واحنا مكملين مع بعض لحد ربنا يدينا ويديكم طول العمر يا رب. وطبعا في الايام الجميله دي احنا في شهر شعبان كل سنه وانتم طيبين. يعني من كل قلبي والله بتمنى النجاح والتوفيق لكل اخواتي من جوه مصر وبره مصر. بتمنى لكم النجاح والتوفيق من كل قلبي. ويا رب كل اللي نفسه في شيء يا رب يحققه له ويا رب يرفع عنا البلاء والابتلاء والغلاء يا رب العالمين. وطبعا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وإن شاء الله كده تكونوا في أحسن حال يا رب. واللي جاي إن شاء الله أحسن من عند ربنا طول ما احنا بنقول استغفر الله العظيم وبنصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا إن شاء الله هيفتح لنا أبواب الرزق وهيفتح لنا من كل ضيق مخرج يعني إن شاء الله يعني كل دقيقة كده إن شاء الله ربنا يفتح لكم ليها يرزقكم بمخرج ليها كده يعني ويطلعكم من الضيقة اللي انتوا فيها في أي ضيقة إن شاء الله ربنا يفك ضيقته يا رب ويفرجها عليه ويديله كل اللي نفسه فيه يا رب. طبعا لتتها بالشكل ده بصوا ما بتاخدش اي حاجه اللهم بارك. بصوا عجينتها عامله ازاي. طبعا دي ما بتبقاش عجينه سايله. ما بتبقاش العجينه اللي هي ايه ناشفه يعني في نفس الوقت عجينه مظبوط يعني يعني مظبوطه لا هي عجينه سايله ولا هي عجينه ايه ناشفه. خلاص مش لابسه بالشكل ده. خلصت كده بصوا ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم بقى دي بتاع البسبوسه ده بيديها ريحه وطعم خيال كده كأنك بتاكلي بسبوسة مش بتاكلي لقمة القاضي ولا بتاكلي لا حاجة تانية خالص. طبعا أنا عملت لقمة القاضي عاملاها عندي على القناة بطريقة غير دي. طبعا دي طريقة ودي طريقة خالص يعني التانية كنت عاملاها بدقيق بس. دي عاملاها بقى بدقيق يعني زودنا شوية حاجات بس بصراحة يعني ودتها في حتة تانية بصراحة.
اهو بالشكل ده خلصت كده بقى، وهغطيها بورق استرتش كده زي ما انتم شايفين بكيس بلاستيك. المهم ان احنا نغطيها غطا كويس عشان احنا في فصل الشتاء زي ما قلنا، ونسيبها بقى تختمر براحتها كده بقى. طبعا هتقعد معايا ساعة عبال ما تختمر، هوريها لكم برضو. هغطيها. طبعا فصل الشتاء بيفرق عن فصل الصيف. الصيف ما شاء الله ما بتقعدش 10 دقايق وتلاقيها فارت واختمرت على طول، لكن في الشتاء بتعوق شوية. قعدت معايا بصراحة نص ساعة، وكانت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. اهي بصوا بتفش كده، اول ما تلاقيها بتفش في ايدك كده اعرف ان هي اختمرت. طبعا جبت هنا بقى حلة وحطيتها على البوتاجاز، وهنفرش كده فوطة عشان ما ندولش طبعا البوتاجاز. هحط كده ادي حطيت الزيت زي ما شايفين كده في حلة، بتبقى لازم تحطي في حاجة ضيقة، في قلاية ضيقة، طاسة ضيقة كده، وتحطي زيت غزير عشان بصراحة بتحب الزيت كتير. طبعا بنسخن الزيت، اول ما الزيت بيسخن بنروح مهدين النار عليها بالمعلقة الصغيرة بقى. بصوا ايد بتقطع كده، بمسك العجينة كده وبحط المعلقة في الزيت عشان تسهل معايا على طول القطع. عايزة اقول لكم ان انا بصراحة ما حبيتش ان انا اعمل بورتاس ولا الحاجات دي كلها، جربتها بأمانة، بس لقيت افضل حاجة واحسن حاجة هي المعلقة الصغيرة. التقطيع ده بيخليها مكورة كده، وبيخليها زي ما انتوا بتشوفوها بالظبط في المحلات الحلويات عند الحلواني، يعني زيها بالظبط كده، بتطلع مدورة كده ومكورة كده وشكلها جميل. طبعا طلعت اول دورة وريته لكم طبعا، بس هوريكم برضو ما شاء الله هنعمل تاني برضو جميلة، وريحتها في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم يعني اللهم بارك، يعني ما شاء الله الطريقة دي غير الطريقة التانية خالص يا جماعة. الطريقة دي بقى زي اللي انتوا بتشوفوها العربيات اللي بتبقى في الشوارع اللي بتعمل البقلاوة وبتحط عليها نوتيلا وبتحط عليها سكر بودرة وبتحط عليها عسل، زي ما انتي طبعا ما بتختاري. هي دي الطريقة دي اللي انا عملتها. هتاكلي منها بقى هشة وخفيفة، وبصراحة ربنا مش بتصد كده يعني. جميلة فعلا يعني بأمانة الله. أنا عملت الطريقتين، بس الطريقة دي عجبتني قوي وعجبت ولادي جدا بصراحة. طبعا بقلب كده عشان تديني لون موحد كله. اهو بالشكل ده. على فكرة هي هتبقى مستوية برضو من جوه. احنا قلنا نهدي النار، ما نخليش النار عالية، اول ما الزيت بيسخن بنهدي النار عليه وبنقلب بالشكل ده. بتطلع معايا اللهم بارك كده. زي ما قلت لكم احنا عملناها بطريقة غير دي، وعملنا الطريقة التانية، يعني اللهم بارك يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة يعني هتعجبكم جدا. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، يعني ما شاء الله يعني. بصوا ادتني لون، بصوا ذهبي، ولونها جميل ازاي، لونها بمنتهى الجمال اللهم بارك. يعني حاجة فعلا جميلة جميلة. اه كده كنت خلصت. بصوا ما شاء الله عملوا كمية، عايزة اقول لكم غير اللي اتاكل ما شاء الله اللهم بارك يعني. كان عندي بقى شوية من العسل كده، رشيت على طبق منهم للي حابب بالعسل، وهنا طبعا على اللي طبعا بالسكر البودرة. اه عايزه اقول لكم جميله جدا وخفيفه في اكلها، يعني اللهم بارك، يعني هتحبوها فعلا وهتعتمدوا عليها. الطريقه دي مش هتعملوا غيرها. طبعا كان عندي هنا كده صوص شوكولاته، حطيت كده على الطبق التاني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه بمنتهى الجمال. اه ورشينا برضو، قالوا لي عيري لا حطي برضو على اللي على السكر شوكولاته، يعني ما بيحبوا بصراحه الشوكولاته جدا. طبعا جميله، طريقتها سهله جدا في منتهى الجمال، هتعمل معاك بسم الله ما شاء الله يعني. بارك يعني. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. يا رب الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله جدا جدا طبعا، وبحب تعليقاتكم الجميله، ويا رب يدومكم نعمه في حياتنا يا رب. واللي اول مره يشوف قناه انا وبناتي ينزل كده على طول يشترك عشان عيلتنا تكبر بيكم، وكل سنه وانتم طيبين. اي حد عايز اي حاجه يكتب لنا في التعليقات. والله احنا مكملين. يا رب كده يكون الفيديو كان خفيف عليكم، كنا خفاف عليكم، معلش طولت عليكم شويه، بس والله حبيت ان انا اوريها لكم، وبتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. واللي جربها يكتب لي كده في التعليقات يقول لي ايه رأيه فيها. جميلة جدا. هتاكلي منها بصراحة مش هتشجعي. طبعا في الشتاء بنبقى عايزين ناكل اي حاجة حلوة حادقة اي حاجة. احبكم في الله جدا، مع الف سلامة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وزي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، يعني حاجة جميلة والله بأمانة. وعايزاكم كده تكتبوا لي وتقولي في التعليقات انتوا بتتابعوني من انهي بلد، عشان ده شيء بيسعدني جدا وبيفرحني والله. وطبعا بحب كل اخواتي من بره مصر وجوه مصر، والله بحبكم جدا في الله، وبحب تعليقاتكم الجميله. مع الف سلامه، نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخوات في الدنيا. وان شاء الله كده مكملين مع بعض زي ما قلنا. هنا كنت بوريها لكم، بصوا دي اللي عليها العسل، ودي اللهم بارك اللي عليها
السكر البودرة، ودي طبعا اللي عليها ايه النوتيلا او الشوكولاتة زي ما بتحبوا بقى تحطوا عليها تضيفوا عليها. مع الف سلامة، نشوفكم